بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يجيلنا في عياداتنا مرضى كتير يكلمونا إن اللي واقف في الصيدلية، سواء بقى كان صيدلة أو باراميديكال، واحدة معاها دبلوم أو واحد معاه دبلوم أو معاه أي شهادة تانية واخدها بالخبرة، يعني إنه جاي يقول لك لا أنا ما خدتش علاج الفلاني، أصل اللي في الصيدلية قال لي ده تقيل عليه على العيل، ده أحسن. الصيدلية قال لي أنا سبته ده علاج بروستاتا. اللي في الصيدلية قال لي إن ده علاج سكر ومش تكيس مبايض. يا جماعة يا جماعة، في أي دولة محترمة الصيدلي مش بنقول الباراميديكالز بقى اللي هم الناس اللي واقفة في الصيدلية، اللي أوقات كتير الصيدلية ما بتبقاش أصلا فيها صيدلي، وده طبعا عيب رقابة. يعني المهم، الصيدلي وظيفته انه ينفذ روشتة الطبيب، ملوش علاقة ولا يعلق ولا يعلق في الموضوع. ليه؟ لأن لا قدر الله لو حصل للمريض حاجة، اللي بيتسأل واللي بيتحاسب اللي كتب مش اللي صرف. فما تعملش نفسك قوي، قلبك على العيان أكتر من الدكتور. لكن طبعا احنا في أم الدنيا مصر فيهاش ثوابت. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله.